سمنة البطن سمنة بتؤرق الرجال والنساء. الست بيهمها شكلها يكون كويس، وأول حاجة بتلفت نظرها إيه؟ البطن. والراجل بيجي يلبس هدومه بيبقى فيه صعوبة وشكلها مش مهندم، فإحنا حريصين على البطن ونزول البطن. أنا بعرف بطني بقيسها يا إما بالمزورة اللي هي الشريط بتاع القياس، بقيس فوق مستوى السرة. لو هذا المقاس عند الراجل فوق ال 102 سنتي وعند الست فوق ال 89 سنتي، يبقى هنا دخلنا في زيادة حجم البطن. ولكن الكل بيركز ان انا منعت الاكل، انا منعت الرز، انا منعت العيش. هو مش دي القضية، هي مش بس قضية الاكل فقط. لازم نعرف ان سمنة البطن مشكلة ثلاثية الابعاد. اولها السمنة، يعني جدار البطن سمين، وده هيمشي مع دكتور التغذية وهيحدد لها الاكل المقبول لها والاكل اللي مش مقبول. وعلى رأسهم طبعا العصاير سواء طبيعية أو صناعية، وخصوصا بتبقى محلاة بالسكر، وأسوأهم عصير القصب. طبعا المشروبات الغازية والمعجنات، الدنش والدونات والكرواسون والحاجات دي كلها مع الوقت بتزود دهون البطن جدا. الجانب الثاني في السمنة بتاعة البطن وهو الرياضة. الرياضة مهمة جدا عشان ترهل جدار البطن. الأهم بقى واللي دور التغذية لازم تكون واضح فيه مشكلة عسر الهضم. اللي عنده قولون عصبي أو التهاب في المعدة ضروري، أو عنده ميكروب حلزوني أو أي مشكلة هضمية لازم تعالج. الجهاز الهضمي أساسي في علاج السمنة، والتخسيس لازم يقوم أساسا على أن الهضم يمشي بصورة طبيعية. فاللي عنده مشكلة في الهضم لازم ينتبه ليها، مش قضية بس أن أنا باكل أو بلعب رياضة. وأفضل وقت لممارسة الرياضة نص ساعة قبل الفطار أو نص ساعة قبل النوم، ويفضل يكون الاثنين مع بعض. نستقبلكم ان شاء الله على خير في عيادات هيلثي كير. كان معكم الدكتور عبد القادر ابو كرم، استشاري التغذيه.